المدارس داخله والحاجات اللي من النوع ده مهمه قوي انها تكون في الفريزر عندك. نعمل كده طريه كده زي السفنج، فيها بوكس كده. لما نعمل ب4.5 كوبايات الخير ده كله 20 فطيرة حاشينها كل الحشوات اللي موجودة في البيت عندنا، مربى ماشي، نوتيلا ماشي، جبنة براميلي أو فيتا ماشي، يبقى خبيث في البيت خير كتير. الوصفة مذهلة والنتيجة ناجحة جدا بالمقادير اللي هتمشي عليها. بجد انا واثقه انك هتقومي تعجني الوصفه دي دلوقتي. يلا نشوف مع بعض مقاديرها وتفاصيلها اللي تطلعها معاكي طريه كده زي السفنج. يلا نشوف مع بعض المقادير والطريقه والتفاصيل والتركات. انا مجهزه معايا النهارده 4.5 كوبايات من الدقيق، ودايما يبقى جنبي من نص كوبايه لكوبايه دقيق، وخصوصا في العجينه دي انا عايزه عجينه ناعمه لينه هطلع منها اشكال والوان من المخبوزات. عملنا بيها قبل كده الميني بيتزا. عندي معلقه من الخميره الفوريه، 3 معالق من السكر، رشه ملح صغيره كده، هنقول ربع معلقه صغيره، و3 معالق من اللبن البودر، ودول مهمين جدا لا غنى عنهم. عندي 2 كوباية من المية الدافية. اخر مكون معايا 1/3 كوباية من الزيت. هفضل اعجن سواء بالعجان او على ايدي لحد ما اوصل لعجينة ناعمة مرنة وطرية. انا عجنت لحد ما وصلت للقوام ده، فيها تلزيقة خفيفة جدا جدا. هو ده القوام اللي انا محتاجاه. شايفين العجينة طرية ازاي؟ هدي رشة خفيفة من الزيت في البولة كده، هسيبها تختمر لحد ما حجمها يتضاعف. بخة برضو من على الوش كده، اديها مسحة بسيطة كده. هغطي البول كده، احط عليه فوطة كده، هسيب العجين يخمر وهنرجع نشكله بطريقة جميلة جدا هيعجبكم شكلها. العجينة ما شاء الله شايفين خمرت ازاي، منظرها تحفة. فيها بوكس كده. يلا بسم الله. هنبدأ الخطوة دي نقسم العجين. انا بحب شوية استخدم الميزان، فتقريبا بعمل الكورة 60 جرام، وهوريكم 60 جرام دول قد ايه. يعني اهو كده، دي من 60 ل65 جرام اهي، قد تقريبا اليوستفندية الصغنونة. على ما بترتاح تاني وتخمر تاني بيكون حجمها مناسب قوي. اهو الحجم ده اللي انا محتاجاه. عندي صينيه مديها دهنه خفيفه قوي من الزيت، هبدا احط عليها الكرات اللي انا قطعتها. اقطع كميه العجين كلها وهبدا اغطيه واريحه لمده ربع ساعه بعد التقطيع، واجي اشكل معاكم الفطيرات بشكل جميل جدا هيعجب الولاد قوي قوي. العجين زي ما انتم شايفين كده ارتاح اهو، حتى كمان بدأ يخمر مرة تانية. انا عايزة ارق العجينة خالص على قد ما اقدر، بس في نفس الوقت مش لدرجة انها تتقطع مني. اهو ده السمك اللي انا عايزاه، سمك بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده. هو ده بقطعة البيتزا او بسكينة عادي، هنيجي من على حرف من الحروف وناخد تقطيعات كده طولية مش للآخر زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بالجبنة البراميلي واخد على الطرف بقى الآخر كده، هناخد الحرف ده كده ونقفل على الجبنة أو على أي حشوة كده، تمام. واخد أرول كده واعملها بالشكل ده. عندي الصاج بتاع الخبز او الصينيه اللي هتخبزي فيها، هناخد الفطيره كده ونحطها كده. شايفين؟ هوريكم واحده كمان هحشيها معاكم بالمربى.
المربى دي اللي عملناها مع بعض، فاكرينها مربى الفراولة؟ شايفين زي ما هي جميلة ازاي. هنسيب فطاير تخمر مرة تانية بعد التشكيل. هقفل على الحشوة كده كده. المربى شوية بتبقى سايحة، فايه نخلي بالنا. هسيب الفطاير تخمر كمان نص ساعة، بس بعد ما اشكلها اغطيها واسيبها نص ساعة، وهوريكم قبل ما ادخلها الفرن هعمل ايه علشان وشها يحمر معايا. شكلنا الفطيرات. عندي معلقة من نسكافيه وعليها شوية لبن، وادوبهم بالفرشة كده بالراحة وندهن من غير ما نضغط على الفطيرة. اللي ندهنه نرشه بالسمسم. الصاج ده اللي كان بالجبنة، هكمل باقي الكمية ادهنها كلها وادخل الصاج الاولاني الفرن والتاني سايباه يخمر، ونشوف بقى النتيجة النهائية المذهلة ايه. الفطاير طلعت من الفرن. اهم حاجة اول ما تطلع نبخ كده ببخاخ مية. لازم الخطوة دي مهمة جدا، هتخلي الفطاير طرية وبتلمع. واغطي بسرعة بفوطة. هسيبها كده ربع ساعة وارجع اقدم معاكم احلى واشهى فطاير، بس لازم تعملوا الخطوة دي. يلا نشوف شكلها النهائي ايه بعد ما تقعد الربع ساعة دي. خلصنا الجمال والحلاوة دي. شايفين الطراوة، سفنج. مش عايزة اقول لكم النتيجة عاملة ازاي. اللون يهبل، الريحة قلب الشقة. الوصفة سهلة جدا جدا، مفيش فيها اي حاجة ممكن تبوظ. انا عملت اللي بالسمسم ده بالجبنة، واللي من غير سمسم ده حاشيه مربى ونوتيلا. عايزه اقول لكم كانكم بتاكلوا مولتو بالظبط، زي المولتو اللي بتجيبوه من بره بالظبط. اتمنى تكون الوصفه سهله عليكم. المقدار ده احب اقول لكم نطلع لي 20 قطعه. لو الفيديو عجبكم نعمل شير ولايك، وتابعوني على قناه اليوتيوب وصفحه الفيسبوك للشيف شيماء ممدوح، واشوفكم في وصفه جديده قريب ان شاء الله.